ايه الفرق بين الفسخ وبين الخلع؟ طيب لازم بس الأول إن إحنا نقول للناس إن ده الجزء التاني أو السلسلة اللي إحنا ماشيين فيها. إحنا اتكلمنا خلاص عن الطلاق واتكلمنا عن الفسخ، النهاردة هنتكلم عن الفسخ والخلع. لازم تعرفي، أنا عايزك تكتبي ورايا، ولو سمحت كل الناس اللي معايا تكتب الحاجات دي، لأن دي حقوق شرعية للراجل وللست. طيب الراجل إمتى منا بيطلب الفسخ، أو الست معذرة إمتى بتطلب الفسخ؟ للضرر. بما يكون في ضرر. طب الضرر بيبقى عبارة عن إيه؟ عارفة الضرر عبارة عن إيه؟ عدم انفاق عدم انفاق، في ضرب، في اهانه، في اساءه، في ايذاء. ضعيف جنسيا يا اخوانا، ما ينفعش ان الراجل يكون ضعيف جنسيا ويقول له الست يجبرها ان هي تقعد معاه. مش من حقك ان انت تجبرها، انت كده بتساعدها ان هي تمشي في الحرام، وهتخونك وهتبقى مصيبه كبيره. انت ضعيف جنسيا، خلاص شرع الله عز وجل ليه ان هي تطلب الطلاق للضرر وتاخد حقوقها، لان انت ضعيف. هتعمل ايه طيب؟ طيب اكتبي معايا كده، يبقى العيوب الجنسيه. طيب ممكن يكون زوجها مثلا خمورجي نسوانجي، راجل بيتحبس في السجن بتاع مخدرات، بيشم، بيعمل اي حاجه، بيترمي في السجن، بيقعد فتره طويله، ساعتها تروح ترفع دعوى طلاق للاضرار. طيب طلاق للاضرار، هي لما بتروح بترفع طلاق للاضرار ده اسمه فسخ. الراجل يروح يقول له طلق مراتك، يقول له لا، يقول له خلاص، يروح القاضي حاكم بالفسخ. الفسخ هنا في الحاله دي الست بتاخد كل حقوقها كلها كلها، مبيت ونفقه وكسوه وسكنه، وبيصرف عليها، لازم يصرف عليها، والكلام ده كله لازم، والا بتروح ترفع قضيه تاني ان هو مش ملزم بدعوى الفسخ. طيب يبقى دي كده عندك الفسخ. طب اخر حاجه قبل ما ننتقل للخلع، هي الست هنا بتدفع حاجه في الفسخ؟ الست بتدفع حاجه في الفسخ؟ لا. بتاخد كل حقوقها، صح؟ طب عدتها بقى، عدة الست في الفسخ بصراحة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا إن هي عدة واحدة قياسا على الخلع. المحاكم الشرعية أو المحاكم عامة بتاخد إن الفسخ بيحتاطوا ليه 3 حيضات. قالوا بص، في قاعدة جميلة قوي، وأنا أرجو إن أنت تاخدها عندنا في الفقه وفي الشريعة الإسلامية، إن أحق ما احتطتم فيه فروج النساء. بس خلصنا. مش هعقب على الموضوع ده، ننتقل بعد كده للخلع. يعني المحاكم بتحتاط، يجي يقول لك لا ابعد افضل عن ايه، عن الوضع ده، لا احنا هنخليك يا ست هتعتدي ان هو ايه 3 حيضات افضل عشان نبقى مرتاحين وكل حاجه تبقى تمام. ده في الفسخ. بالنسبه للخلع بقى، خدي بالك، الخلع هو زي الفسخ، بنروح للقاضي، بس الفرق بينه وبين الفسخ بدل ما في الفسخ انت بتاخدي، انت اللي بتديله بقى، لان انت اللي طالبه. هنا بقى انت بتروح تقولي للقاضي ايه، والله يا سياده القاضي انا كرهت العيشه معاه، مش عايز اعيش معاه، طهقانه منه، مش حباه، انا حره. طيب فربنا هنا انا بصراحه يا سياده القاضي انا هكون صادقه معاك، انا لو عشت معاه انا همشي في الحرام. وهو ربنا قال كده، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. انت معايا كده؟ يبقى الست هنا لما تكره زوجها، او لما تخاف ان هي تقيم حدود ربنا، او مش عايزه تستمر معاه، ساعتها بقى القاضي يقول لها طب خلاص، طب انت جاهزه انك تردي له مهره؟ نازله جاهزه ان انت تتنازلي عن قيمتك وعفشك؟ انا جاهزه يا ست القاضي، بس بالله عليك ابعدني عنه. وده ثابت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لثابت بن قيس في زوجته ما كانتش عايزه تكمل معاه، فقال لها النبي اتردين علي حديقته؟ كان عامل لها حديقه مهر. قالت له يا رسول الله ارد عليها الحديقه؟ فقال اذا ردي علي حديقته. وامره النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بفراقها. وهنا تعرف ان في الخلع انت بتدفعي او بتتنازلي، لكن في الفسخ انت بتاخدي. وعدة المختلعة هي بتبقى حيضة واحدة بس. خلاص كده فهمتي كده؟ مم. الخلاصة اللي لازم تعرفها ان الاتنين بيجوا من عند القاضي، الاتنين بيجوا من عند القاضي، والاتنين بيبقى فيهم اضرار وبيبقى فيهم كره وعدم اطاقة ان انت تكملي. بس في واحدة انت بتاخدي فيها، وفي واحدة انت ايه، بتدفعي فيها. خلاص، بس كده خلصنا. لو عندك سؤال سيبيه في تعليق، وان انت تشارك الفيديو وتنشره للناس من باب الحسنات الجاريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.